السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو النهاردة هنتعلم فيه ازاي نعمل ايميل احترافي باسم الموقع بتاعنا من غير ادنى مشكلة ومن غير ادنى قلق. طيب، قبل ما نبدأ في الشرح محتاج ان انتوا تعملوا لايك على الفيديو والشير في كل حتة عشان خاطر يوصل للناس اللي محتاجة بالفعل تعمل الايميل ده. طيب، ايا كان شركة الاستضافة اللي احنا شغالين عليها، كل اللي علينا ان احنا ندخل نسجل دخول على شركة الاستضافة نفسها ونبدأ بقى ان احنا نعمل الاتي. يلا بينا على الشرح. يلا. هروح للهوستنج، الحاجه اللي انا مسجل فيها طبعا الاستضافه، واروح للسي بانر. هيبدا يحمل معايا السي بانر. مجرد ما يدخل على السي بانر بتاعتي، كل اللي انا عليا ان اعمله ان ادور على حاجه اسمها ايميل اكونت، وهدخل فيها. هيبدا يجيب لي اللي قدامنا ده. طيب، انا عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل ايميل جديد. كل اللي عليا هروح على كلمه كرييت وادوس كرييت. هيقول لي الدومين اللي انت عايز تعمل فيه اسمه ايه. هبدا اختار الدومين اللي انا عايز اعمل منه ايميل. يعني مثلا imsc-qa.com. انا عايز اعمل ايميل جواه اسمه info. فاعمل انفو هنا في اليوزر نيم، وهو طبعا محطوط لي imsc-qa.com عشان يتعمل على طول. طيب، الباسورد يا اما انا بحط باسورد من عندي، او ان انا بعمل جنريت كده، فبيبدا يتعمل لي باسورد زي ما احنا شايفين. طيب، وبعدين كل اللي عليا تحت ان انا هنزل لو انا عايز اديله صلاحيات معينه. هدوس على ايديت سيتنج كده واقول له ان المساحه بتاعته تبقى كذا. طيب، انا عايز تبقى المساحه مفتوحه، اقول له انليميت براحته، وهنزل ادوس كرييت. كل الكلام دوت تقدر تعدل فيه براحتك. احنا هنسيبه زي ما كان في الديفولت، وهدوس كرييت. خلينا بس ناخد الايميل ده كوبي، وهدوس كرييت. الباسورد اسف كوبي، وهدوس كرييت. بيقول لي خلاص اتعمل اهو بالفعل الايميل اللي انت عايزه. طيب، انا عايز اشوف الايميل دوت، فهدوس تشيك ميل. هيبدا يدخلني على الصفحه دي. طيب، الصفحه ديت فيها ايه؟ فيها ان انا اروح بقى للايميل بتاعي. طيب، هعمل ايه؟ هدوس على كلمه اوبن كده. هيبدأ يوديني للإنبوكس على طول. بيقول لي اهوت الكونفيجريشن بتاع الإيميل نفسه. لو أنا عايز أربطه بقى بالموبايل، عايز أربطه بزوهو، عايز أربطه بأكتر من حاجة. طبعا هنبقى نعمل فيديو كامل للربط ده بعد كده، بس يعني هو الإيميل قدامنا أهو اتعمل بالفعل. طيب، أنا عايز أدخل للإيميل ده بقى هعمل إيه؟ تعالوا نروح في متصفح جديد أو متصفح خفي عشان خاطر نشوف المفروض هنفتحه إزاي. أول حاجة لما بروح للشاشة دي، هاخد الرابط دوت. ده رابط دخول الايميل ده، هخليه عندي في اي حته محفوظه بحيث ان انا ابعته لاي حد عايز يدخل الايميل بتاعي. مجرد ما بحطه لزق كده، طبعا هحط الرابط اللي احنا احتفظنا بيه ده فوق، والايميل اللي احنا هندخل بيه والباسورد، وهدوس لوج ان. هيبدا ان هو يدخلني على الايميل على طول بدون ادنى مشكله. عايز اسيف الباسورد والايميل، طبعا بدوس سيف. مش عايز بدوس على علامه الاكس. وطبعا مجرد ما هدوس اوبن كده، هيبدا ان هو يفتح لي الصفحه بتاعت الايميل. طيب، هو انا ينفع اعمل ايميل لدومين مش عندي؟ لا، ما ينفعش. لازم اشتري الدومين الاول عشان اقدر اعمل الايميل بتاعه. يعني ما ينفعش ان انا مثلا اعمل ايميل info@ahmednasr.com. طالما انا معيش الدومين ده، ما ينفعش ان انا اعمل الاكونت ده. لازم يبقى الدومين عندي زي ما احنا شفنا كده. هنا احنا عندنا اكتر من دومين، هم دول اللي انا اقدر اعمل عليهم ايميلات. اي حاجة تانية ما اقدرش اعمل عليها. بس اتمنى ان انا اكون افدتكم في الفيديو دوت. كان معكم احمد نصر، اشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.